السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله بإذن الله الصدور محشية رز زي ما بنحشي كده الفرخة، بس دايت، يعني ما بنحطش أي دهون، والصدور زي ما انتم شايفين ما فيهاش دهون وخالية طبعا، انتوا عارفين الصدور يعني. ورز طبعا انا عملته عشان اقصر الوقت، رز وعليه بصل ني، ما حمرتش البصل، والرز والملح والفلفل، وحطيت معلقه زيت واحده، زيت زيتون بس. زي ما انتم شايفين هو طالع زي الفل. هنحشيه قدامكم وهنوريكم هنعمل فيه ايه. هنسمي الله كده. طبعا عشان انا جايباه بالتليفون من بتاع الفراخ، فطبعا ايه في واحده صغيره واحده كبيره، مش واقفه قدامه اقول له لا خليهم كلهم سوا واحد يعني. فوصفت له كده اللي انا عايزاه بالتليفون. طبعا هنحط كل واحده خله عشان بعد كده هنسلقها. انا زي ما قلت لكم كده، واحده تطلع كبيره وواحده تطلع صغيره عشان التقطيع اللي جاي لي بيه. اللي حطينا فيها خير اسود. دي صغيره عن اللي فاتت، يعني واحده كبيره واحده صغيره، حطيت بقى بايه بطريقته هو. طبعا للدايت واي حد ياكله، يعني مش الدايت بس، يعني حلو جميل، طعمها جميل. عملتها قبل كده كتير، وعملتها بالصدور المليانه، صدور صدر كبير كده اللي هو الحمام الكداب. بصوا زي ما انتم شايفين هنحطه بقى يتسلق. دي طماطم وبصل، نحط بقى ايه فلفل، شوية كمون، ملح، مش هحط حاجة تاني. نحط بقى الصدور صدر صدر كده زي ما بنحط الممبار بالظبط، بيروح قافش كده مع المية اللي بتغلي. هنسيبه بقى كده لما يغلي غلوتين، نوطي عليه شويه كده. استوى خلاص.
كده خلاص، صدور ما بتستحملش. زي ما انتم شايفين رصيته في الصينيه، وطبعا احطه تحت الشوايه او تحطه في الفرن عادي. طبعا بعد كده بقلبه على الوش التاني. بدهنه طبعا زيت، دهنه بسيطه كده، مسحه بسيطه، يعني معلقه زيت الزيتون اللي حطيناها في الرز، ودي دهنه بسيطه ما نكملش معلقه كمان. بس كده نحطه بقى تحت الشوايه. يعني مش عارفه اقول لكم عامله ازاي، صدور محشيه جميله ودايت 100%، يعني ما فيهاش اي دهون غير المعلقه اللي قلت لكم عليها بتاع زيت الزيتون، ودهنه بسيطه كده، نص معلقه كده للوش، وندخلها تحت الشوايه او في الفرن. بصوا حلو ازاي، طبق جميل ازاي، تاكلي وتشبعي منه مش هتتخاني، يعني ما تخافيش، لان ده كله دايت في دايت. اللي كانت فيه زي الفل زي ما انتم شايفين، حاجه جميله، وتاكلوها وانتم مطمنين مع شويه مكرونه برده كده، شويه زيت زيتون، بتبقى جميله جدا، شويه رز يعني ابيض برده، بتبقى جميله جدا. اعملوا كده، يا رب يكون عجبكم وتعملوه وتاكلوه كده وتبقوا بنفس راضيه كده ومبسوطين. تتهنوا يا رب، ولايك وشير وفعلوا الجرس عشان الوصفات توصلكم. ميرسي قوي، سلام عليكم.